السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مروة من مطبخ مروة. النهاردة فيديو جديد هنعمل فيه وصفة غدا حلوة كده، غدا حلو ان شاء الله يعجبكم. الجو البرد ده بيبقى عايز اكلات كده دافية. هنعمل مع بعض قلقاس وهنعمل مكرونة بالبشاميل، وتعالوا نشوف بقى الطريقة وعملناهم ازاي. بس قبل ما نخش الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة. يلا بينا نخش الفيديو ونشوف عملنا الحاجات الحلوة ديت ازاي. بصوا المكرونه قد ايه بقى، البشاميل اللي فيها كريمي وجميل وجوسي. بصوا المكرونه تحفه ازاي، جميله بجد، تحفه جدا وطعمها رهيب. وكل التركات بتاعتها يعني هتطلعها معاكي ناجحه جدا. طبعا المكرونه عشان لسه سخنه مولعه، فعشان كده ايه الخرطه زي ما بيقولوا مش طالعه بخرطتها، بس الى حد ما متماسكه زي ما احنا شايفين كده. ودايما اول خرطه دي بيبقى مضحيين بيها، يعني بتبقى ايه بتتفكك كده. اول حاجه عندي هعمل ايه، هعصج اللحمه. حطيت سمنه على الحله، يعني فيها سمنه على النار، وهنزل بيها عليها ببصل مفروم. او زي ما انتوا شايفين كده انا فرمه 3 بصلات حلوين كده في الكبه، وهحط لهم كمان معلقه ملح كده وايه، وهبتدي اسيبهم اقلب فيهم لغايه لما البصله تدبل معايا زي ما احنا شايفين كده. انا هعصج كيلو لحمه، فحطيت 3 بصلات حلوين زي ما قلت لكم. وهنزل بقى باللحمه المفرومه بتاعتي، وهبتدي ايه اقلبها كده وافككها في قلب البصل لغاية لما الاقي لون اللحمة نفسه غير زي ما احنا شايفين كده. اهو هفضل اقلب في اللحمة بتاعتي كده لغاية لما الاقي لونها غير كده. وبعد كده هبتدي اديلها التوابل بتاعتي. طبعا البصلة ما بتحمرش ولا اي حاجة ولا بتاخد لون، هي بتدبل زي ما احنا شايفين كده، بس عشان تفضل محتفظة بالتسكيرة بتاعتها يعني. البصل طبعا بيخلي اللحمة المعصجة مسكرة يعني، او اي خضار بنعمله بيكون في بصل كتير بيخلي الخضار بتاعنا مسكر وحلو. هفضل طبعا اقلب فيها كده لغاية لما لونها يغير، وبعدين نبتدي نتبلها مع بعض. زي ما احنا شايفين كده. بصي ايدك فيها بقى وتفضلي ايه تقلبي كده على طول لغاية لما اللون بتاعها كله يغير. حطت لها هنا بعد ما قلبتها حبة كده، حطت لها قرفة، طبعا لحمة يعني قرفة، هو انا عندي كده اللحمة يعني قرفة. وحطت لها آه فلفل اسمر وقرفة وبهارات لحمة، وهحط جوزة الطيب. زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما قلبت بقى فيها حبة حلوين كده وخلاص لقيتها خلاص كده يعني دخلت في التسوية. وما بقاش فيها صوص، يعني ما بقاش فيها المية اللي بتنزلها اللحمة ولا اي حاجة، يعني بقت ناشفة كده. نزلت عليها بعصير طماطم، انا خلطاه مش مصفياه ولا اي حاجة، عصير طماطم تقيل ما فيهوش مية يعني. خلطته كده من غير ميه ولا حاجه. طبعا الخطوه دي اختياري، بس انا بحب احط للمكرونه البشاميل في العصاج بحب احط له طماطم. ممكن تستغني عن الطماطم وتحطي معلقتين صلصه اللي هي الجاهزه البوريه، ينفع. بس انا بحب صراحه الطماطم بحبها تتسبك في قلب اللحمه كده. اسيبها بقى لما تتسبك كده وما يبقاش فيها صوص، وبعد كده ايه نشوف هنعمل ايه مع بعض. انا هسيبها بقى وايه نكمل بقيه الوصفه بتاعتنا. انا بقى في الكبة بتاعتي حطيت طماطمايه وبصلايه وفصين 3 فصوص توم بالظبط، واحط عليهم ملح وفلفل اسمر، وهفرمهم مع بعض عشان نتبل بيهم الفراخ اللي احنا هنسلقها. طبعا الفيديو اللي فات انا كنت مصوره لكم الفراخ بنفس الطريقه دي بالظبط، بس ايه حسيت الفيديو كان فيه كده يعني الصوره مش حلوه قوي، فقلت بقى اجيب لكم الوصفه من اولها بقى ازاي نتبل الفراخ وكده. اهي بصوا بعد ما فرمناهم دي الطماطم، وجبت الفرخه بتاعتي طبعا غسلها كويس جدا ونقعيها بليمون ودقيق وملح. هبتدي بقى بصوا اتبل الفرخه بتاعتي بالتتبيله الحلوه ديت، بجد والله بتنقل الفرخه نقله تانية خالص. طعم الشوربه وريحتها بيبقى قالب الدنيا، وبتبقى جميله جدا. اهي هتبلها كلها كده، وهسيبها بقى ايه في التتبيله دي. تقدري تسيبيها بقى نص ساعه ساعه زي ما تحبي على حسب وقتك، وتقدري تتبليها على طول وتسلقي على طول. فزي ما انت ايه زي ما انت بصوا منضفه الفرخه حلو جدا وغسلها كويس جدا، شايله اي تجمعات دمويه بتبقى موجوده ومصفياها طبعا. اهو بصوا هبتدي بقى تحت الجلد كده ادخل التتبيله في كل حته لغايه لما ايه اخلص الفرخه كلها. اهو زي ما انتوا شايفين كده، عشان اللي ما خدش باله يعني التتبيله كانت ازاي الفيديو اللي فات، اهو انا عملتها لكم بالتفصيل في الفيديو ده.
اهو زي ما انتم شايفين كده. ودولت بقى الكبد والقوانص والرقبه بتوع الفرخه. طبعا الفرخه ملهاش كل الكبد والقوانص دي، بس انا بحب اشتري ايه يعني زي ربع كيلو كده لو كنت جايبه فرخه واحده، او حتى لو فرختين بجيب حوالي ربع كيلو كبد على قوانص مع بعض، لان عندنا احنا جزئين، حبه بيحبوا القوانص وحبه بيحبوا الكبد، فطبعا الفرخه فيها كبده وقنصه واحده فمش هتنفع، فبجيب عليهم عشان كل واحد ياخد كبديه، اللي عايز كبديه ياخد واللي عايز قنصيه ياخد كده يعني. هنا عندي بقى ميه بتغلي على النار، هسلق فيها المكرونه. الحله اللي جنب المتغطيه دي اللي جنب حله الميه ديت اللي كنا معصجين فيها اللحمه. هسلق بقى المكرونه بتاعتي. الميه غلت، وهنا حاطه سمنه عشان هعمل البشاميل بتاعي. حطيت بقى في الميه ملح، وهبتدي ايه اسلق المكرونه بتاعتي. حطيت حبه ملح وحبه زيت، وهحط المكرونه بتاعتي. انا هحط كيسين مكرونه، الكيس 400 جرام، وهسلقهم بقى ونبتدي ايه نعمل البشاميل مع بعض. شايفين كده حطيت سمنه، طبعا كل معلقه دقيق بتاخد معلقه سمنه. انا بحط على الكيسين المكرونه دولت بحط عليهم 6 معالق دقيق، ده الطبيعي. انا بقى ممكن ازود من عندي لان انا بحبها غرقانه بشاميل، يعني ممكن احط 7 8 كده يعني زي ما انا عايزه، عشان انا بموت في البشاميل. لكن هو الاساسي كيلو المكرونه بياخد 6 معالق دقيق، دوت 800 جرام مكرونه، يعني مش كيلو، يعتبر كيلو الا ربع. فحطيت عليه 6 معالق دقيق برضو لان انا بحبها غرقانه في البشاميل زي ما انتم شايفين كده. وهفضل بقى اقلب الدقيق مع السمنه لغايه لما ايه نعرف ازاي ان البشاميل بتاعنا استوى. بصوا وانا بقلب هوريلكم. بصوا يعني البشاميل كريمي كده وجميل ازاي الدقيق مع السمنه. هتلاقوا البشاميل كده واحنا بنقلب فيه تحسوا انه بيقطع بعيد عن بعضه كده، تحسوه كأن حاجه بتقطع كده بعيد عن بعضها. وبصوا بيبقبق ازاي. طبعا عملته معاكم كتير قبل كده. ديت يعني دي الخطوه اللي تعرفي فيها ان الدقيق مع السمنه استوى ولا لا. بصوا هتلاقوه بيقطع كده فايه فخلاص. بصوا هتلاقوه كده بيبقبق كده وتحسي ان الخليط بيقطع من بعضه. اهو بصوا بيبقبق ازاي. اهو بصوا الخليط اهو. بصوا وانا بقلب تحسوا ايه كأنه مقطع كده من بعضه كده. خلاص يبقى البشاميل بتاعي تمام. وهبتدي بقى ازوده لبن. هنا الحله التانية اللي فيها المكرونه انا حطيت المكرونه وقلبتها وغطيتها وسبت النار عاليه. اول لما المكرونه تبتدي تغلي ههدي النار على الاخر، هخليه شمعه زي ما يكون بندمس فول، واسيب المكرونه على مهلها تستوي على الاخر. ويعني اقلبها تقليبه كده ايه، يعني مش هتاخد اساسا ربع ساعه، واقلبها تقليبه كل ايه فتره والتانية يعني في خلال الربع ساعه دي. بصوا خلاص البشاميل بتاعي بقى تمام. انا بحط المفروض يعني نحط بصوا البشاميل اهي. بصوا التقطيعه اللي فيه ديت هي كده نعرف ان البشاميل تمام. انا هديت النار وابتديت انزل باللبن. ده لبن حليب اللي هو ايه يعني كامل الدسم، اللي هو مش معلب ولا حاجه، بيبقى طبعا اطعم بكتير في البشاميل. اهو انا هحط كيلو لبن على 800 على الكيلو الا ربع مكرونه، يعني هحط كيلو لبن. طبعا هو على كيلو المكرونه كيلو لبن، وزي ما انت حابه عايزه تحطي كيلو ونص لبن انا هحط كيلو عشان هزوده شوربه. لكن لو مش هزود شوربه كنت هحط على الاقل كيلو ونص لبن. اهو زي ما انتوا شايفين كده حطيت كيلو اللبن وايه وهبتدي بقى اقلب في البشاميل بتاعي كده، ايدي تبقى فيه على طول. طبعا انا مهديه النار عليه واللبن ساقع زي ما انتم شايفين كده جايبينه، حتى كان فيه حته تلج. فما تقلقيش خالص، اوعي تحطي اللبن سخن والبشاميل سخن. دول حبه لبن كانوا باقيين مطرح ما بودي شرب، حتى كنت بغليهم وانا بعمل اللحمه هنا جنبي لو خدتوا بالكم. فمطرح ما بودي شرب بقى، فقلت الحبه دول مش هيفضلوا يعملوا ايه، فحطيتهم عليهم. وزي ما انتوا شايفين كده وادي المكرونه بتاعتي غلت. هقلبها تقليبه وهديلها النار وهسيبها بقى ايه على راحتها خالص، تستوي براحتها خالص. المكرونه مش عايزينها تبقى مستويه مهريه، لا عايزين زي ما بيقولوا كده فيها عضه، يعني فيها ايه لسه كده فيها مدغه، علشان لما نحطها مع البشاميل اللي تستوي يعني ما نحطها في الفرن تكمل بقيه تسويتها وما تعجنش وتبقى حلوه خالص. هنا بقى البشاميل بتاعي انا ايه انا عايزه شوربه وانا لسه ما سلقتش الفراخ. هعمل ايه
هروح جايبه كيس شوربه من الفريزر. انا اي شوربه بتتفضل عندي، شوربه لحمه، شوربه فراخ، بصفيها واحطها في كيس بلاستيك وادخلها الفريزر. بحتاجها بقى في اي حاجه، عامله مثلا فراخ مشويه واكل ما فيهوش شوربه وعايزه اعمل حبه ملوخيه، اطلع الكيس واعمل بيه ملوخيه. عايزه اعمل حبه قلقيس وعامله اكل ما فيهوش شوربه ولا كده، شويه يعني الفراخ او كده، برضو اطلعها واعمل بيه. فيعني يا جماعه الشوربه بديل عملنا بيها. بس طبعا بشيل الشوربه امتى؟ بشيل الشوربه بعد ما بطبخ على طول، يعني بعد ما نتغدى كده وتمام وخلاص هاجي اغسل المواعين، عارفه ان انا هاخد يعني احتاج شوربه قد ايه. مثلا لو هنشرب شوربه بخليها والباقي بعبيه في كيس واشيله بعد ما تبرد طبعا، واشيله في الفريزر. بينفعني بقى في الاوقات اللي زي دي. دلوقتي البشاميل طبعا انا هحتاج له شوربه وانا ما عنديش شوربه، اروح جايه مطلعه كيس الشوربه من الفريزر واحطه في قلب البشاميل. انا هحطه في قلب البشاميل وهطفي النار، يعني مش هحطه واسيب النار ولا، لا انا حطيته وطفيت النار على طول علشان عبال لما يفك هولع النار واكمل البشاميل بتاعي. اديت كمان معاه يعني 2 مكعب مرق الدجاج، طبعا تقدري تستغني عنهم عادي خالص، بس بجد بجد بيدوا طعم حلو للبشاميل. احنا ما بنستعملوش على طول ولا حاجه، بنستعمله في حاجات يعني، في حاجات فعلا بيبقى لازم فيها زي ما انتوا شايفين كده. وقلبتها وهسيبها بقى على راحتها خالص لما الاقي طبعا هي تاخد سخونية الحلة وكده. ولما الاقي الشوربة ديت يعني فكت خلاص، هولع النار تاني وهبتدي بقى بالمضرب اليدوي اقلب البشاميل بتاعي. لان لو سبت النار عالية عليه او ولع عليه والشوربة مجمدة، البشاميل هيقعد يتقل يتقل والشوربة لسه مفكتش فهيخرز معايا. اهو زي ما انتوا شايفين كده، حطيت له فلفل اسمر وحطيت له مرقة الدجاج وسبته. هبص بتبتدي ايه تفك اهي. انا بقلبها على فكرة برضو من كل وقت للتاني كده وانا واقفة في المطبخ. هبشر لها بقى ايه جوزة الطيب ديت. واحدة جوزة الطيب مش كبيرة قوي ولا حاجة، يعني متوسطة. هبشر منها اوريلكم حتة قد ايه، مش كتير ولا حاجة، بس بتدي بجد طعم فظيع للمكرونة. اي مكرونات تحطي عليها جوزة الطيب بتديلها طعم حلو جدا. المكرونة واللحمة اكتر حاجتين بيحبوا جوزة الطيب اهي. بصوا بقى جوزة الطيب هوريها لكم قد ايه اللي انا اخدته منها، يعني مش كتير ولا حاجة. بقلب من وقت للتاني طبعا عشان ايه التلجية اللي هي بتاعة الشوربة دي تفك اهو. بصوا بقى جوزة الطيب اهي الواحدة، بصوا اخدت قد ايه، اقل من نصها، مخدتش نصها حتى. وادي المكرونة بتاعتي خلاص كانت اتسلقت وبقت تمام. هصفيها بس مش هغسلها. هو البشاميل بتاعي قرب كمان يفك وخلاص كده، وهنبتدي بقى ايه يفك، وهبتدي اقلبه واولع له النار تاني واخليه يعني يستوي يعني. هنا بقى عندي حلة فاضية على النار، هحط لها حتة سمنة بلدي كده وهبتدي اشوح فيها الفراخ بتاعتي اللي احنا متبلينها وسايبينها. زي ما احنا عارفين بصوا احنا تبلنا الفراخ وسيبناها حبة حلوين كده، عبال ايه، عبال لما عملنا سلقنا المكرونه وعملنا البشاميل. فطبعا بقى طعمتها وخلت طعمها فظيع. حله طبعا سخنه جدا وحطيت فيها السمنه، والسمنه ايه سخنت مع الحله، وحطينا الفراخ زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي اقلب فيها يمين وشمال لغايه ما تاخد صدمه من كل النواحي. لما لقيت اخدت صدمه رحت حطيت حبه الكبد والقوانص اللي عندي والرقبه، اخدوا كمان صدمه كده. وبعد كده زودتها ميه مغليه، وايه انا حطيت لها حبهان وورق لوري، وهي طبعا فيها ملح بس لو هدوقها كده لو عايزه ملح هحط لها. المره اللي فاتت لما عملتها قالوا لي ايه كنت حطيت لنا فيها حبه طماطم، احنا بنحب الشوربه حمراء قوي، فحطيت حبه طماطم كده مخلوطين كمان علشان الشوربه تبقى طعمها حلو. بعد ما الفراخ بتغلي غلوتين بهدلها النار واسيبها تستوي على نار هاديه خالص. ودوت البشاميل بتاعي كان خلاص فك الشوربه كانت فكت خالص، وحطيته بقى على نار هاديه وفضلت اقلب فيه لغايه لما يستوى معايا وبقى قوامه كريمي وجميل زي ما انتوا شايفينه كده. طبعا هو المفروض ان انا كنت طلعت كيس الشوربه اللي انا حطيته للبشاميل ده وسيبته يفك خالص، وبعد كده كنت حطيته للبشاميل. بس انا صراحه قلت كده كده هسلق الفراخ واخد منها شوربه، بس ايه لقيت نفسي يعني ما حطيتش الفراخ وكده واتاخرت ولسه ما سلقتهاش. فقلت بقى ما يجراش حاجه ان انا ايه اطلع كيس الشوربه، لكن طبعا يفضل ان احنا كنا نطلعه يفك الاول. بس انا صراحه ما كنتش اعرف ان انا اعمل بيه، انا كنت معتمده على شوربه الفراخ. زي ما انتوا شايفين كده بقى خلاص البشاميل بتاعي فك وبقى كريمي جدا جدا خالص. وخلاص بقى بظبط بقى الملح بتاعه، هدوقه كده اشوف عايز ملح ولا لا. انا حاطه طبعا جوز الطيب وفلفل اسمر وخلاص، هو مش محتاج الا الملح لو محتاج يعني، وبس كده. خلاص البشاميل بتاعي استوى معايا، وبصوا بقى القوام بتاعه كريمي وجميل ازاي. خلاص كده هنبتدي بقى نطبق صينيه المكرونه بتاعتنا مع بعض.
هاخد البشاميل طبعا طفيت عليه خلاص، وتعالوا بقى ايه نشوف هنعمل المكرونة بتاعتنا ازاي. اهي المكرونة بتاعتي طبعا بعد ما حطيتها في مصفى واتصفت حطيتها في الحلة تاني رجعتها، وهبتدي اصب عليها نص الخليط بتاع البشاميل بتاعي اهو زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي اقلبها بقى ايه. انا بحب المكرونه تتغلف كلها بالبشاميل، بقول لكم بموت في حاجه اسمها بشاميل بالمكرونه، مش مكرونه بالبشاميل. عايزه البشاميل يبقى اكتر من المكرونه، احنا كلنا كده في البيت بنحبها كده عايمه في البشاميل زي ما بيقولوا كده. اهي طبعا في ناس بتحط المكرونه كلها وبعد كده تحط طبقه بشاميل وخلاص، طبعا دي يعني ايه أذواق، بس لا، مكرونه بالبشاميل يعني لازم المكرونه تبقى متغرقنه كده بالبشاميل. طبعا ديت الصينيه بتاعتي تقدري تعملي في اي صينيه طبعا. الصينيه بتاعتي دهناها دهنه سمنه حلو كده، وهبتدي اصب فيها نص خليط المكرونه بتاعي اللي انا عملته، يعني حطيت عليه نص خلطه البشاميل اللي احنا عملناها. اهي هنزل بقى نص خليط المكرونة كده، وبقى اسويه حلو جدا جدا في الصينية كويس. بعدين هنزل عليه اللحمة المفرومة بتاعتي، وهي حلو جدا برضو في قلب الصينية كده زي ما انتوا شايفين. طبعا انا كنت عاملة كيلو لحمة فاخدت نصها بس وحطيته في الصينية، وحطيت كده بقى معلقتين يعني مغرفتين كده بشاميل كده على على اللحمة، وحطيت عليه حبة جبنة موتزاريلا، وهنزل ببقية المكرونة بتاعتي كده، وهسويها حلو جدا واضغطها حلو كده بالاسباتيولا. اضغطها حلو جدا كده بالاسباتيولا، وبعدين انزل عليها بقية البشاميل، ولا حطيت على البشاميل بيض ولا اي حاجة، ولا حتى ما كانش عندي كريمة عشان احطها ولا قشطة عشان احطها في البشاميل اللي انا بعمله. حطيت على الوش برضه جبنة موتزاريلا، تقدري تحطي جبنة رومي جبنة شيدر، تقدري تسيبيها كده عادي خالص خالص. وخلاص كده، ودخلت الصينية على الفرن على الرف اللي في النص على درجة حرارة 200. ما هي على الرف اللي في النص وبتحمر من فوق من تحت ومن فوق عادي خالص. هنا بقى عندي حلة فاضية حطيت فيها حتة سمنة كده، وهنزل فيها بالخضرة بتاعتي عشان انا هعمل قلقاس. بصوا القلقاس انا بفرزه، باخد السلق بتاعه اللي انا بخلطه يعني مع الخضرة، باخده واصفيه، والتفل بتاع الخضرة دوت والسلق، التفل بتاع الكزبرة والسلق يعني بحطه في كيس وبستخدمه ان انا ايه اشتغل بيه الخطوة ديت، يعني ان انا ايه احمره كده مع التوم. بس اقلب اعدل في الفريزر علشان الاقي كيس السلق الاخير، هو كيس يعني الخضره ديت اللي هي التفل بتاع الخضره، مش لاقياه خالص. ما اعرفش بقى الولاد هما بيجيبوا لي حاجات حطوه فين، فمش لاقيه صراحه. فرحت جايبه يعني كزبره وفرمتها مع كام فص توم كده وخلاص. يعني لو انت مش ما لقيتيش كيس الخضره زي كده عادي، كزبره خضره وفرمتها مع كام فص توم وايه واشتغلت بيها. فيديو تفريز القلقاس عندك على القناة، هسيبلك اللينك بتاعه في صندوق الوصف برضو. طبعا تفريز القلقاس جميل جدا، ده كان اخر كيس قلقاس عندي، فيعني عشان كده بقى ملقتش كيس الخضرة بتاعه، مش عارفة والله الولاد ودوه فين، انه بيبقى صغنطوط كده ممكن يكون حشروه كده في اي حتة هما بيجيبوا لي حاجة. فهاخد بقى حطيت السمنه وحطيت عليها كده الخضره. انا غسلت طبعا الكزبره وقرطفتها، باخد الورق بس، وحطيت عليها كام فص توم كده حلوين وفرمتهم في الكبه، وابتدي بقى ايه اقلبها. لقيت المعلقه الخشب كده مش عارفه اقلب بيها، فجبت الاسباتيولا وهقلبها. طبعا طول ما انا شغاله اي مواعين بتتوسخ بغسلها عشان ما اجيش بعد ما اخلص اكل الاقي الدنيا متكركبه ورايا اهو زي ما احنا شايفين كده. هفضل بقى اقلب في السلق في الخضره بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده لغايه لما تحمر. طب هنعرف ازاي ان هي اخدت اللون الذهبي؟ الثوم هياخد لون ذهبي، يبقى كده خلاص هي تمام احمرت، يعني استوت الخضره وبقت تمام. احنا شايفين كده، بصوا الثوم اخد اللون الذهبي خلاص. هبتدي بقى ايه ازودها شوربه. عندي الشوربه التحفه اللي احنا عاملينها ديت اهي، هزودها كده كام مغرفه بس علشان عبال ما افك كيس السلق واحطه عليها. انا السلق طلعته وما فكتوش ولا اي حاجه، ما يعني ما طلعتوش من الفريزر وفكيته ولا سبته يفك على جنب علشان احطه على الخضره، لا على التومه يعني، لا انا سبته مجمد زي ما هو، لان لو فكيته هينزل ميه كتير وكده، ويعني ايه ويعني هينزل ميه كده يعني من الكيس وكده. فعلى ايه انا بفكه على طول واروح جايه حاطاه زي ما هو مجمد، وهو بيفك في ثواني، يعني ما بياخدش وقت خالص، ما بياخدش 5 دقايق عبال ما يفك في الحله، لان طبعا الشوربه زي ما انتم شايفين بتبقى سخنه اهو
كيس السلك كيس السلق فكيته وحطيته على طول، وهسيبه بقى لما يفك براحته. ما خدش حاجه خالص على فكره. وادي القلقاس مجمد زي ما هو من الفريزر، حطيته على طول. بس تكون السلق مع الشوربه مع التومه غلي، لازم يكون غلي. اي حاجه متفرزه لازم ينزل على حاجه بتغلي، سواء تسبيكه، سواء شوربه، سواء اي حاجه لازم تكون بتغلي. بصوا بقى اتفرد بمنتهى السهوله اهو. طبعا اول لما يبتدي يغلي بقى هبتدي ايه، هبتدي هديله النار شويه شويه، يعني وسط. النار دلوقتي عاليه. اول لما يغلي ههديله النار وسط، وهسيبه يستوي على مهله. ما بغطيش القلقاس علشان ما يتهريش معايا. بصوا كده كان القلقاس خلاص استوى وبقى تمام. ما بياخدش بجد، ما بياخدش يعني، ما اخدش من اول لما غلي ما اخدش 10 دقايق. بصوا بقى القلقاسيه، بصوا انا عايزه اوريكم قد ايه هي زبده وفي نفس الوقت ماسكه نفسها. القلقاس زبده وماسك نفسه، ما تهريش. ليه؟ لان بعد ما غلي خليت النار متوسطه وما غطيتوش خالص. ما يتغطاش يا جماعه، وما يتغطاش الا لما يبرد. واما نيجي نسخن من القلقاس تاني يوم مثلا، نسخنه في طبق، ما نسخنش الحله كلها، عشان كل ما نسخنه طبعا هيستوي اكتر فهيتهري. علشان يفضل القلقاس معاكي زي ما هو ومش مهري لغايه اخر حبه في الطبق. هنا بقى احمر الفراخ بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. انا بحمرها كده، ما بحب احطهاش في الفرن ولا حاجه عشان هما بيحبوها مقرمشه قوي. هنا بقى عندي ايه، بعد ما عملت قلقاس ومكرونه بالبشاميل والفراخ وكده، جوزي قال لي لا، انا عايز. جوزي بياكل القلقاس بالمعلقه كانه شوربه خضار، ما بياكلوش بالعيش. هو وولادي كلهم ما عدا احمد ابني بياكل زي كده، بياكلوا بالعيش. فقال لي لا، انا عايز حاجه اغمسها بالعيش، باميه ملوخيه. قلت طيب خلاص، ده انا خلصت الاكل وراح احمر الفريخ. اسهل حاجه الباميه. طلعت كيس باميه من الفريزر ورحت جايه ايه، طبعا الشوربه اللي عندي فيها طماطم وهتخلي الباميه حمرا. طلعت شوربه من الفريزر برضو ما كانش فيها طماطم، وقلت التومه كده زي ما عملت في الملوخيه المره اللي فاتت. حمرت التومه وحطيت عليها على طول الشوربه. اول لما غلت هيجي على طول احط عليها الباميه اللي انا مطلعاها من الفريزر، وهديها خلطتين في الخلاط، وهرجعها تاني في الحله تاخد غلوه، وشكرا كده الباميه اتعملت. هنا بحمر الفراخ وحمرت معاها حبه قناصات، يعني علشان ايه، الولاد بيحبوا القوانص متحمره. اغطيها طبعا عشان هتفضل تفرقع وتطرقع كده، وبتشوهني صراحه. انا بحب احمرها في الفرن، بس هم بيحبوها بقى من فوق ومقرمشه. بصوا انا متمرمطه مع العيله دي، متمرمطه كل واحد طالع لي باكله فايه، ربنا يا رب يخليهم ويبارك فيهم كده، ونعمل لهم كل اللي نفسهم فيه. بصوا انا غطيتها بقى عشان ما تبهدلش، يعني عشان انا بتدمر وايديا بتتحرق، والله الزيت لما بيطرطش والله العظيم بيوصل، ممكن يجيلي في وشي، ممكن يجيلي في اي حته، عشان كده بغطيها. خلاص كده ادي الباميه زي ما انتوا شايفين كده، فكيتها بقى من الكيس وهحطها في قلب الشوربه. واول لما تغلي غلوتين كده واحس ان الباميه طريت، هروح جايه حطها في الخلاط ومديها غلوتين خلطتين كده. وبعد كده هنزلها تاني في الحله وهديها غلوه، وشكرا كده عملنا الباميه. وهنقدم بقى مع بعض الاكل. وتعالوا نشوف بقى الاكل بتاعنا بعد ما خلصناه. بجد ما شاء الله كان جميل جدا جدا. ويا رب الطريقه بتاعتي تكون عجبتكم يعني وتجربوها، وان شاء الله تكون كل حاجه سهله في ايديكم. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب جميعا. وتعالوا بقى نشوف الاكل واحنا بنغرفه شكله عامل ازاي. انتوا شايفين كده، بصوا حمرت الفراخ من ناحيه وقلبتها الناحيه التانية. هطلع القوانص طبعا عشان ما تنشفش. بصوا بيحبوها متحمره جامد ازاي. الصراحه هي بتبقى طعمها حلو، بس بتبهدلني انا صراحه، بتقعد تطرطش كده وبتملالي كمان الدنيا دهون. اهو هنقعد نعمل ايه بقى، نقعد ننضف بعد الطبيخ كل يوم. كل يوم نقعد في المطبخ كل اليوم اساسا بصوا بقى القلقاس واحنا بنغرفه، لو خدتوا بالكم كان في قطعه قلقاس كده لزقت في المعلقه في المغرفه، مستويه جدا. وبصوا مستويه والحته بحتتها، مفيش حاجه مهريه. بصوا الجمال، بجد بجد ريحته قلب الدنيا، وطعمه خطير 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 فظيع، جميل جدا. وبيدفي في الشتاء اللي احنا فيه دوت، وخفيف كمان وجميل جدا. القلقاس بتاعنا خلاص غرفناه. هنقطع بقى المكرونه بتاعتنا. المكرونه بصوا ده يعني جميله كده، الصوص بتاعها جوسي وجميله وتحفه. بصوا زي ما انتم شايفين كده، بجد بجد روعه. اللي بيحب المكرونه تطلع الخرطه بخرطتها يسيبها لما تبقى دافيه كده وياكلها، لكن احنا بنحبها مولعه والصوص سايح فيها كده، وبنحبها وهي كده. يعني المكرونه البشاميل اللي ما تتاكلش الا مولعه
وصوص البشاميل اللي بيبظ منها زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بصوا الجميل، بصوا الحلاوة انها تتحدث عن نفسها. بصوا فظيعة، تحفة تحفة تحفة. اساسا هم مش مستبرين بياكلوها مني وانا واقفة. بصوا يعني كل لما عملت شوكة كده حد يلا يا ماما هاتي يا ماما هاتي يا ماما، يعني بصوا واقفين ورايا والله بياكلوا المكرونة وهي مولعة لدرجة يعني واحد منهم اتلسع في بقه، قلت له تستاهل. فبصوا بقى الجمال والحلاوة، بجد بجد جميلة، انا بحبها قوي وهي كده. عايزينها بقى الخرطة بخرطتها متسوية خالص زي قطع الكيكة، سيبوها تبرد. غرفت بقى الشوربة والاكل، طبعا حطيت ايه، انا واحمد اللي بنحب الكبدة حطينا كبدة لكل واحد كده في السلطانية الشوربة بتاعته. وادي الفراخ بتاعتنا وادي الغدا بتاعنا، ويا رب يكون طريقته عجبتكم. ولو